في زمن كثرت فيه الخوازيق رجل واحد مهندس واحد مدرب على ترويضها، يعرف خباياها، يضحي بنفسه من أجل البشرية. عمرو خاطر في رحلة للبحث عن ما وراء الخازوق في سكة سفر. يا مساء الخير عليكم، صباح الخير على حسب الوقت اللي بتسمعوني فيه. انا عمرو خاطر ودي سكة سفر. عارف وحشتكم. اولا بتاسف على الغيبه الطويله دي، بس كان في حوارات كتير كده لا داعي لذكرها. اولا حبيت اشكركم لان انتوا خليتوا بودكاست سكة سفر من التوب 5% بودكاست في الشيرنج على مستوى العالم، وانا بشكر كل واحد فيكم سمع البودكاست وعمل له شير. بما ان احنا خلصنا النهارده اخر يوم في السنه، فقلت لازم اعمل لكم حلقة كده نتكلم فيها عن الاهداف اللي الناس بتقعد تحطها للسنة الجديدة والحاجات دي. كل سنة بنقعد ناخد قرارات، انا هبطل سجاير، انا هروح الجيم، انا هعمل دايت، وتلاقي يوم 1 يناير في السنة هو اكتر يوم زحمة في الجيم، واصحاب الجيمات بيبقوا مليونيرات في اليوم ده. فبما اننا في بودكاست عن المنتال هيلث، بما ان تقريبا كل اللي بيسمعوا البودكاست عندهم انزايتي بشكل او باخر وانا منهم، فخلينا نحط مع بعض ليا وليكوا بعض الاهداف كده ليها علاقة بالانزايتي عشان السنة الجديدة تبقى سنة ان شاء الله لطيفة علينا كلنا. القرارات اللي بناخدها مش لازم تبقى صادمة وحادة والتيميتم، واللي هو انا مش هزعل تاني في حياتي السنة دي والحاجات دي كلها. القرارات والاهداف اللي احنا بنحطها للسنة الجديدة احنا بنحطها عشان نبقى احسن، عشان نبقى سعداء، مش عشان نطلع عنا بنفسنا. يعني اول هدف معانا قد يكون غريب شوية، واللي هو حب القلق بتاعك وتقبله. حبه، حبيته من قلبك حبيته يا فندم. حبه اهو بحبك مش من قلبك. لا كده مش من قلبك. بحبك. قد تبدو كلاشيه، بس ممكن تبطل تزعل انك قلقان، لان ده بيبوظ الدنيا اكتر. القلق موجود اصلا عشان يحمينا، وفي قلق صحي. طبيعي اننا بنقلق، ضروري في بعض الاحيان ان احنا نقلق اصلا. لو انت عندك امتحان بكرة الصبح وما قلقتش فانت فيك حاجة غلط. القلق بيخلينا نعرف نتعامل صح ونحط اهدافنا صح ونشوف وناخد قرارات الصح في الوقت المناسب. لو احنا ما عندناش قلق مش هنخاف من الامتحانات، مش هنذاكر عشان الامتحان، مش هنخاف على حياتنا واحنا بنعدي الشارع. مش اللي هو الخوف المرضي بس، لا، يعني القلق ضروري لبقاء الانسان على وجه الارض. زي ما قلت طبيعي ان احنا نقلق، وضروري ان احنا نقلق في بعض الاحيان، بس كونك طول الوقت عمال تحاول انك تخفي انك قلقان ده بينيل الدنيا اكتر. انك تتقبل القلق بتاعك ده من احسن الحاجات اللي ممكن تعملها، وهيسهل عليك حاجات كتير جدا. تقبل القلق هيخليك تعمل الحاجات الاحسن ليك انت من غير ما تقلق شكل الحاجات دي هيبقى عامل ازاي قدام الناس. لما تتقبل انك شخص عندك انزايتي، ده هيساعدك تواجه القلق ده، سواء انك تعمل تمارين استرخاء، تمارين تنفس، مديتيشن، مايندفولنس، كل الحاجات دي اللي ممكن تدور عليها اونلاين، الحاجات اللي ممكن تخلي شعورك بالقلق اقل. لما تتقبل القلق ده هتعرف تعمل التمارين دي من غير ما تخاف على شكلك قدام الناس وهتبطل تحاول تداري انك قلقان وتحاول تهايد القلق ده على قد ما تقدر، واللي بيخليك تقلق اكتر ويبوظ الدنيا اكتر. تاني هدف، اتكلم عن قلقك ده. بعد ما اتعلمت ازاي تتقبل قلقك ده هيخليك انك تتكلم عنه مع الناس القريبة منك اسهل شوية. مش بس الكلام عن القلق بيساعد ان احنا نكسر الشيم او الاحراج او العار اللي حوالين الموضوع ده، بس كمان ده مهم لصحة علاقتك مع الناس القريبين منك اصلا. الناس اللي حواليك مهم يعرفوا ايه التريجرز اللي ممكن تخليك تقلق، وايه هي الكومفورت زون بتاعك اصلا اللي بتهديك لو حصل حاجة تقلقك. قلقك لازم يبقى حاجة عادي تتكلم فيها مع الناس القريبين منك، عشان ده هيخلي طلب المساعدة لما تقع في الشلال سهل جدا. تالت حاجة، اشكر نفسك. I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting. I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I want to thank me for trying to do more right than wrong. I want to thank me for just being me at all times. دايما لما نحس ان احنا مش كويسين والقلق عمال يدينا بقى بنيات وشلاليت من كل حتة، بنشمر وبننزل ضرب في نفسنا مع القلق ونجلد في الذات بقى، ويبقى 2-1. وزي ما احنا عارفين ان 2-1 مش رجولة حضارات. عشان كده خلي في السنة الجديدة عادة انك تشكر نفسك وتدلع نفسك على قد ما تقدر على حاجات صغيرة. يعني مثلا لابس تيشيرت حلو، تقول لنفسك في المراية ايه الحلاوة دي. الفستان ده مثلا لونه حلو عليكي، تقول لنفسك في المراية
والله العظيم فنانة 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 في اختيار الألوان. هني نفسك على كل المواقف الصعبة اللي بتعديها، وقول لنفسك إنك عارف إن ده كان موقف صعب، وفخور بنفسك إن أنت عديت. عامل نفسك أو عاملي نفسك كأنك حد صاحبك. احنا طول الوقت بنطبل لأصحابنا على كل حاجة وبنحبهم مهما عملوا ومهما سووا، وعلى أبسط حاجة عملوها إن شاء الله صحيوا من النوم الصبح بنقعد نقول لهم أشطر كتكوت ومش عارف إيه وبتاع. كلنا بنعمل كده مع أصحابنا. ده الوقت اللي لازم نعمل كده مع نفسنا احنا كمان. ده جزء بسيط بس مهم جدا من السيلف كير أو حب النفس أو الاهتمام بالنفس. لما تحتفل بانتصاراتك الصغيرة ده هيخليك لما تقع في مشكلة تتجنب انك اوتوماتيكلي كده تقعد تلوم في نفسك ان انت قلقان وزعلان وازاي وقعت في المشكلة دي، وتبتدي تفكر بإيجابية شوية وتقول لنفسك ما في حاجة زي كده حصلت الفترة اللي فاتت وانا عديت من 1 2 3، وزي ما عديت من دي هعرف اعدي من دي. رابع حاجة النوم، ودي هوايتي المفضلة. قلة النوم صديق صدوق للقلق، والقلق بيتغذى على قلة النوم. ساعات القلق بيخليك مش عارف تنام، وساعات قلة النوم لوحدها بتجيب لك قلق. خلينا كده نحط شوية نصايح لحاجة بيسموها السليب هايجين السنة الجديدة عشان تخلينا ننام أحسن. أول حاجة قلل القهوة وكل الحاجات اللي فيها كافيين، أو اشرب قهوة دي كاف أو شاي أخضر بدل الشاي والحاجات دي. خلي دايما آخر كوباية قهوة أو أي حاجة فيها كافيين قبل نومك على الأقل ب6 ساعات. حط ميعاد معين للنوم والتزم بيه. لما تحط لنفسك ميعاد معين للصحيان او للنوم وتلتزم بيه، ده هيساعد شويه في ان ساعتك البيولوجيه تتظبط بدل ما هي مهويه كده عماله على بطال. لو عندك مشاكل ومش عارف تنام، ممكن تجرب الحاجات الطبيعيه زي الاعشاب اللي بتتباع اسمها وقت النوم، والحاجات دي اللي هي كوليكشن اعشاب كده بتشربه في مشروب دافي وبيساعدك شويه على الاسترخاء وان انت تعرف تنام. بلاش موبايل قبل ميعاد النوم على الاقل بساعه، وحاول تخلي السرير للنوم بس. ما تلعبش في الموبايل وانت نايم على السرير، ما تتفرجش على افلام ومسلسلات وانت نايم على السرير، ما تاكلش وانت قاعد على السرير. لما تحس ان انت عايز تعمل حاجه من الحاجات دي، قوم من على السرير اعملها بره في اي حته تانية، وبعد كده ترجع للسرير للنوم بس. عشان كده ده هيبرمج مخك ان انا لما اقعد على السرير او لما ادخل السرير انا داخل عشان انام. خامس حاجه معانا هي انك تقلل الكركبه في البيت او الاوضه بتاعتك على قد ما تقدر. الحياة في مكان مكركب بتخلي التركيز صعب وبتزود الضغط والقلق. أمك كان عندها حق لما كانت بتزعقلك على ترتيب الأوضة. I said what I said. مش بقولك بقى ارمي كل حاجة عنك وخليك مينيماليست وانام على لحاف على الأرض والحاجات دي، بس حاول تخلي الأماكن مترتبة وما فيهاش كركبة. شيل الحاجات اللي ملهاش لازمة. ابدأ بأهداف صغيرة، يعني مثلا هترتب السرير النهاردة، هرتب المكتب بكرة. ابدأ بالأماكن اللي انت بتقضي فيها وقت كتير جدا، وكمل بقى اطلع من الأماكن دي للأماكن التانية. هدف رقم 6، حاول تعمل أي رياضة. الحركة الجسدية بتساهم بشكل كبير في تقليل الانزايتي. التمرين هيخليك تقاوم الضغوطات والمشاعر السلبية وتقلل الانزايتي. في ناس بتستخدم التمارين أصلا كوسيله للتخلص من المشاعر السلبيه دي، زي الناس اللي بتروح تتدرب كيك بوكسنج مثلا. حط لنفسك هدف السنه دي انك هتتمرن، مش لازم يبقى هدف خزعبلي اللي هو انا هشيل 5000 كيلو وهعمل 6000 ضغط وهبقى بيج رامي في خلال شهرين. لا، حاول تتمشى، حاول تجري بالليل شويه، تمرينات بسيطه بس خليها عاده مستمره. سابع حاجه، واجه حاجه واحده بس من الحاجات اللي بتخاف منها. ناس كتير القلق بيشدهم لورا ومنعهم من حاجات كتير جدا كان نفسهم يعملوها. حاول تخلي عندك هدف السنة دي انك تتغلب على حاجة واحدة بس على الأقل من المخاوف اللي عندك. مش هقولك مثلا لو بتخاف من الزومبيز روح دور على زومبي وقتله، قصدي يعني لو بتخاف من الكلام قدام الناس، بتخاف من بابليك سبيكينج، بتخاف من الطيران، بتخاف تركب الأسانسير. مش هقولك نط في الموضوع زرع بصل بدماغك كده، بس حط خطة ازاي هتتغلب على الخوف ده. معاك سنة، حط خطوات ازاي تزق نفسك واحدة بواحدة بره الكومفورت زون. زي ما عبد محمد كان بيقول، لو شفت الكومفورت زون ابعد عنها، ادخل العربية اقعد على الفتيس. تامن حاجة، جرب الجورنالينج او ان انت تكتب مشاعرك على ورق. حاول تكتب مشاعرك ومخاوفك على ورق كل يوم، ده بيساعدك كتير انك تفهمها وتحطها في حجمها الطبيعي. الجورنالينج او كتابة المذكرات ساعدني انا شخصيا كتير. حاول تكتب كل يوم على قد ما تقدر، مش لازم بقى تبقى 5000 كلمة وعزيزتي المذكرة أنا النهاردة رحت كلت مولتو. لا، اكتب الحاجات المهمة اللي حصلت خلال اليوم أو المشاعر السلبية اللي واجهتك خلال اليوم، وحاول توصل أصل المشاعر ده جا منين. آخر هدف، حاول تبدأ ثيرابي لو انت ما بدأتش. لو الانزايتي مأثر على حياتك وعلى قدرتك على التعامل مع الناس أو على التعايش، يبقى لازم تروح لشخص متخصص تتكلم معاه ويساعدك. ولو انت في ثيرابي او قررت تروح ثيرابي، سقف لنفسك دلوقتي حالا عشان دي خطوة مهمة جدا وانا فخور بيك. بس يا جماعة،
دي كانت حلقة بسيطة كده في نهاية السنة، ويا رب السنة الجديدة تبقى سعيدة عليكم ومن غير قلق. أنا عمرو خاطر، ودي كانت سكة سفر، واشوفكم على خير.